السلام عليكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة. قبل البدء أرجو دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا، وكالعادة لا تنسى الصلاة على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولنبدأ على بركة الله. أثارت صورة غامضة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهور شبح فتاة وسط الصورة في الوقت الذي لم يتعرف عليه أحد من الأشخاص المتواجدين بالصورة وقت التقاطها، وأكدوا أنه لم يكن أحد غيرهم وقت التقاطها. نشر موقع ميرور صورة غامضة أثارت الرعب لدى رواد التواصل الاجتماعي التقطها مصور يدعى فيليب براون، وذلك بسبب ظهور شبح فتاة وسط الصورة الجماعية التي تجمع عددا من الأشخاص داخل مصحة قديمة للأمراض العقلية، في الوقت الذي أنكر كل من في الصورة معرفتهم بهذه الفتاة، وأكدوا أنهم أصدقاء ولم يكن أحد غيرهم في الصورة. وقال المصور إنه التقط المئات من الصور قبل ذلك، ولكنه للمرة الأولى التي يشاهد فيها مثل ذلك، وأنه وقت التقاط الصورة بهاتفه لم يشاهد شبح الفتاة، ولكنه اكتشف ذلك بعد نشرها على مواقع التواصل مع مجموعة صور أخرى. وقد التقطت الصورة داخل مصحة ومشرحة قديمة تدعى نيوشام بارك في ليفربول، وهي واحدة من أقدم المباني، وتعود بناؤها لعام 1869 وتشتهر بأنها مسكونة بالأشباح. وقد أغلق المبنى منذ عام 1992. وإلى هنا نهاية الفيديو. لا تنسى إخبارنا بآرائكم واقتراحاتكم أسفل الفيديو، ودمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.